مع المغرب بتهين البرازيل بالمعنى الحرفي. شوط اول 35 دقيقه منه المغرب بتقطع البرازيل. بس لو اتفرجت على اول الشوط الاول في مباراه البرازيل والمغرب هتقول هو البرازيل لابسه ايه؟ لابسه احمر اكيد، مش لابسه اصفر. هدف سيبار الحلو جدا اللي بدا بتمريره كسرت كل الخطوط، تمريره ذكيه جدا في عمق الملعب من ابراهيم دياز. لك ان تتخيل ان الكره الوحيده اللي هرب فيها فينيسيوس من رقابه اشرف حكيمي اللي كان زايد هجوميا هي اللي قدر يسجل منها هدف التعادل للبرازيل، ومن بعدها البرازيل بدا يخش الجيم. قبلها تسيد كامل لاسود الاطلس. احصائيات الشوط الاول بين المغرب والبرازيل تقول لك ان منتخبنا المغربي كان مسك منتخب البرازيل سلخه. كل ده تقدر تشوفه لحظه بلحظه وتتابع المباراه بملخصاتها من على ابلكيشن دوت سكور. مباراه اللي حرفيا محمد وهبي بيدي انشيلوتي فيها درس كبير جدا، كيفيه الاستحواذ والفوز بالكره الاولى والثانيه. يا راجل ده خلانا اقتنع ان في كره ثالثه بيفوز بيها. حضور الجماهير حدث ولا حرج. عن كما هي العاده عندما يتواجد نيمار يتواجد كل الصحفيين حواليه. عايز اشيد بحضور منتخبنا المغربي قوي جدا وعدم الخوف من البرازيل. يا جماعه وصلت لحد هنا واتفرجت على الشوط الاول، تقدر تتوقع لي نتيجه المباراه النهائيه؟ تقدر تقول لي باداء منتخبنا المغربي في الشوط الاول هيوصل لفين في المونديال؟ 10,000 راح تروح من نصيب شخصين يا اخوان. الشخص اللي بيكتب التوقع في المباراة حقت اليوم ويطلع توقع صحيح 5,000 هللة، والشخص الثاني 5,000 هللة. انتظركم في الكومنتات. كأس العالم بدا اليوم، الكوب دي موند بدات اليوم، وهذه اجمل مباراة شفتها في كوب دي موند 2026 بين المروك والبرازيل. ضرب الماتش على اليوم 30 دقيقة من الشوط الاول البرازيل ضايع كونتر المغرب. اليوم المنتخب المغربي كان مسيطر بالطول والعرض وكان الاخطر وكان اكثر وصول الى المرمى. ابري دو شونس خلقها المنتخب المغربي. الفرصة الاولى عن طريق المزراوي في الجهة اليسرى، الفرصة الثانية اللي جا منها الهدف عن طريق سيبار وين غير بثلاث لمسات كان بجملة تكتيكية جد جميلة. واحدة في العمق وين داها سيباري نقزها اللعب المباشر الحبه واطلق السرعه في اتخاذ القرار بثلاث لمسات خرجوا سجلوا هدف. لازم نعرفوا بلي المنتخب البرازيلي اليوم سيء خاصه في وسط الميدان، انه الهدف الاول اللي سجله المنتخب المغربي عن طريق سيباري كانوا فارغات في خط الوسط. خط الوسط ثقيل وما كاش ادوار دفاعيه، وين كانت كاينه المساحه السرعه في اتخاذ القرار من المنتخب المغربي خرجوا بلعبه وسجلوا هدف. حتى في الحاله الدفاعيه المنتخب المغربي اليوم عندهم كثافه عدديه، تحس هذاك الميلوتيرا ولا ملعق ما تبقاش تختار. وهذا كاع المنتخب ممتاز تكتيكيا ومنظم دفاعيا. البرازيل وين نلقاو نقطه ضعف في المنتخب المغربي اللي هي الجهه اليمنى، هي الجهه اللي فيها اشرف حكيمي واللي قلا يدير الادوار الهجوميه. فينيسيوس جونيور في الانطلاقات كان يلقى روحه ليبر. بروف المنتخب البرازيلي خاصه في الشوط الاول كان عنده فرصتين، الاولى العرضيه اللي ضيعها تياغو بالراس. اليوم المنتخب البرازيلي عباره عن فينيسيوس خاصه في الهجوم. المنتخب البرازيلي بدفاعهش وسط ميدان ثقيل وفيه نقائص كثير. المنتخب المغربي اللي يلعب بالند ما حسناش انه يلعب كونتر البرازيل. شوف فيه منتخب منظم بزاف، قد يلعب بلا بال ولا بلا لا بال. كي نشوفوا المنتخب المغربي ربع ساعه الاولى هو اللي كانت عنده الكره ويدور ويستحوذ، من بعد وين تغير اضطرت عليه انه تراجع ويلعب بدون كره. المشكل انه في الحالتين قاعد في المستوى منتخب متوازن. كانوا ملاعب البرازيل في الصراعات وفي الكره الثانيه. افضل لاعب في المباراه بين البرازيل والمغرب هو ايوب بوعدي، موهبه حقيقيه. حمول الوالد تاعي صلوا على النبي. سلام. خلص الشوط الاول بين منتخب البرازيل ومنتخب المغرب بالتعادل 1-1. الهدف اللي جابه المغرب كان عن طريق السيباري اللي لعبها لوب من فوق أليسون بيكر علشان يجي فينيسيوس جونيور ويشوط الكوره بقوه جدا من ناحيه الشمال وتسكن شباك الحارس ياسين بونو. يا جدعان منتخب المغرب غير، عنده قوه في الدفاع وبيعمل هجمه مرتده سريعه جدا. يا جدعان منتخب المغرب جات له كذا فرصه في الشوط الاول كان ممكن يخلص بيها على المنتخب البرازيلي خالص. وبرضه عشان نبقى منصفين منتخب البرازيل جات له كذا فرصه بس لولا حارس ياسين بونو كان ممكن النتيجه تبقى غير 1-1. اهم حاجه احنا عايزينها دلوقتي ان دفاع المنتخب المغربي يتماسك ويركز، لان انتوا بتلعبوا منتخب البرازيل، يعني ممكن في اي لحظه يخطفوا جون ما نحسش بالماتش وتلاقي الماتش راح مننا. يلا اهم حاجه ما تنسوش المتابعه عشان اجيب لكم كل جديد. البرازيل بتتعادل مع المغرب بصعوبه مش العكس، لكن بوعدي افضل لاعب في المباراه بالنسبه لي 18 سنه بس. برشلونه لازم تجيبوه. ياسين بونو نسخه كاس العالم من افضل حراس المرمى اللي شفتهم في حياتي، ومنتخب المغرب بيثبت ان اللي حصل في 2022 مش صدفه. الماتش هذا ماشي سهل. برازيل موروكو، توقع لي النتيجه تاع المباراه. كان التوقيت على 11. مباراه صعيبه مباراه هذه توقع فيها كلش. دوك شويه رانا لايف ليكيب نروحوا نهضروا في المباراه. المنتخب المغربي بيتعادل مع المنتخب البرازيلي في اول مباراه لهم في كاس العالم. تمنيت الشوط الاول لو المنتخب المغربي لعب بشويه تركيز لما كان البرازيل سجل التعادل وكان المغرب ممكن يحول تقدمه من 1-0 ل 2-0. بالعموم متوقع المباراه تكون صعبه بحكم انه انت عم تلعب امام البرازيل، رغم انه انشيلوتي حول البرازيل لفريق مستضعف. بنفس الوقت البرازيل ما عندهم اسماء. يكفي بس بتشوف في الشوط الثاني دانيلو فابينيو عم ينزلوا كلاعبين بدلاء للمنتخب البرازيلي. المنتخب المغربي عمل شوط اول مثالي، اوناحي ضيع فرصه التقدم، حكيمي كان ممكن يخلي النتيجه 2-0 ولكن بسبب بطء وعدم التغطيه فينيسيوس قدر يتسلل ويسجل هدف جميل جدا ويتعادل المنتخب البرازيلي بعد بدايه ممتازه جدا من المنتخب المغربي، لدرجه انه البرازيل اول نص ساعه ما عم بتعرف تخرج كره، عم بيلعبوا كرات طوليه على اليمين على اليسار، لعل وعسى يقدروا يفتكوا من رقابه المنتخب المغربي.
المنتخب المغربي ايوب بوعدي ما شاء الله عن هالولد، الكل عم يتكلم عليه، واضح لاعب تقني وعنده امكانيات وشجاعه رهيبه. الولد حرفيا قلبه لكن اول مونديال بيلعبه بحياته. الولد ذكي جدا من ناحيه القرارات اللي بياخذها في ارض الملعب، واضح راح يفيد المنتخب المغربي كثير في البطوله. غياب الزلزولي اثر كثير على المنتخب المغربي، ولكن استطاعت المغرب تعطي مستويات افضل في المباريات المقبله. كنت بتمنى فعلا المنتخب المغربي بالشوط الاول يطلع متقدم، لانه عمل شوط اول مثالي للحظه استقبال الهدف، وساعتها المنتخب المغربي بلش يتراجع ويفقد الكره، وبنفس الوقت صار ياخذ قرارات سيئه. بالعموم تعادل لا باس فيه للمنتخب المغربي، ولكن كنا بنتمنى الفوز. اما بالنسبه للمنتخب البرازيلي ومحبين البرازيل، فانشيلوتي والله ما بعرف كيف راح تدبرها بدور ال 16 او دور ال 32. بوجهك فضيحه اذا لعبت مع منتخب اوروبي كبير.